على الآخرين يعني؟ أعوذ بالله، هذه الفرية فرية أن الشيعة يفضلون الإمام علي على النبي. أولا ما تستحق الإطالة، وأنا مع الأسف رأيتها عند أقطاب يعني أناس غير عاديين، يعني من المفسرين الضخام، منين ماخذيها مش عارف أنا. يعني أنا أتحدى من هنا أن واحد يجيب لنا دليل واحد على صحة هذا القول. احنا نرى أن الإمام علي عبد من عبيد رسول الله، وكان يتشرف بأنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين هم يقولون أن أنتم تعتقدون أن جبرائيل نزل بطريق نزل بالوحي وأخطأ وذهب به إلى علي بن أبي طالب. هذه العقيدة من أين جاءت؟ أولا خلي أصحح لهم هذه، ما أقول أنا هنا. الإمام علي عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان عمره 7 سنين. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الرجل متى يكون رجل؟ إذا اكتمل أشده. أنا الآن أبو 7 سنين نسميه رجل يصبي. نعم، لابد أن يكون يتعدى هذا السن بسنين عديدة، يكون رجل كامل الرجولية لو عبر عنه رجل. احنا نقرأ القرآن ونعرف أن النبي لا يبعث إلا وهو رجل. يشترط بعضهم الأشد ب33 سنة، والبعض الآخر يقول ب40 سنة. لا يبعث النبي على أقل من 40 سنة. أما قوله وآتيناه الحكم صبيا، المقصود به مقدمات النبوة. ما المقصود بالنبوة؟ النبوة ما تجي إلا بعد 40 سنة، والإمام علي كان عمره 7 سنين. أي نقطة؟ النقطة الآخرة نسأل الله عز وجل عندما أرسل جبرائيل، هل كان يعلم أن جبرائيل يخطئ أو لا؟ إن كان يعلم أن جبرائيل يخطئ وأقره معناه متواطئ ومع جبرائيل، وإن كان لا يعلم أن جبرائيل يخطئ فهذا ليس برد. أي 2. 3، جبرائيل عندما يحمل الوحي ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويخطئ ويذهب إلى علي بن أبي طالب. نعم، ما هي مؤهلات علي بن أبي طالب إلى النبوة؟ هل أرسل من قبل الله عز وجل حتى يأتي؟ آخر جبرائيل يعرف النبي على الإجمال الذي يبعث إليه. جبرائيل أمين كما يعبر عنه القرآن الكبير: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فإذا كان مطاع ثم أمين، كيف هذا الأمين يخون حتى نقول خان الأمين؟ معاذ الله. هذه فرية مع الأسف اختلقت في أيام كان الصراع قائم به، وما يزال البعض إلى مصالح تنتهي، ولكن عصيان الله يؤدي. ونحن براء ممن يقول هذا القول. وهل علي بن أبي وتعرض بها للعقاب يوم ألقاه، والله عز وجل إن شاء الله ييسر لها سبل على خدمة الإسلام. كل ذرة في كيان الإمام علي عليه السلام هي في خدمة الله وفي خدمة رسوله وفي خدمة المسلمين، فلا ينبغي أن نخدع بهذه الأقوال